المشاهدون الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية المسهل بالعناوين. إصابة 6 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. تنظيم مهرجان الإريتريين في الولايات المتحدة الأمريكية. زراعة 88% من أراضي دسمي. هدنة هشة بين إسرائيل والجهاد الإسلامي بعد تصعيد في قطاع غزة. مجلس الشيوخ الأمريكي يقر خطة بايدن الكبرى بشأن المناخ والصحة. رئيس كولومبيا الجديد يعرض مزايا على المسلحين للتوقيع على اتفاقية السلام. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في الإقليم الأوسط أظهرت إصابة 6 مواطنين بفيروس كورونا، وكانت إصابتان من أخرية وواحدة من كل من ججرة وأندجرمن وسنيتة وملقه. في غضون ذلك شفي 13 مريضا في الإقليم الأوسط. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 10,124، شفي منهم 9,919 وتوفي 103، فيما يتلقى 102 من المرضى الرعاية في المستشفيات. وزارة الصحة 8 أغسطس 2022. نظم من 5 وحتى 7 أغسطس مهرجان الإريتريين في الولايات المتحدة الأمريكية 48 في مدينة دالاس في ولاية تكساس تحت شعار خيارنا المستقل عزتنا. وافتتح المهرجان بضيوف الشرف الأمين العام في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم الأوسط السيد يوسف سايق، وسفيرة إريتريا في الأمم المتحدة السيدة صوفيا تسفماريام، ومشاركة 12,000 إريتري وأصدقاء إريتريا. وتضمن سيمينار حول الأوضاع في البلاد وبرامج التصدي الموحد والتطورات الإقليمية، ومحاضرات مهنية ومعرض للصور يعكس مختلف المراحل والمناسبات، وجناح للجاليات والنضال وفعاليات ثقافية وفنية. وشكر القائم بأعمال السفارة الإريترية في الولايات المتحدة الأمريكية السيد برهان جبرهوت في الافتتاح كل المساهمين في إنجاح المهرجان، موضحا دور المهرجان في الحفاظ على الثقافة والهوية الإريترية وارتباط المواطنين بوطنهم وتاريخهم ومساهمته الكبيرة في خلق فهم مشترك بشأن المهام المرحلية ومشاركة المواطنين في القضايا الوطنية. وأوضح الأمين العام للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم الأوسط السيد يوسف سايق في السيمينار الذي عقده بأن تاريخ إريتريا هو تاريخ تصدي والانتصار قبل الاستعمار الأوروبي وحتى الاستقلال، وبعد الاستقلال أيضا تم خوض النضال والتصدي الناجح ضد الهيمنة والضغوطات والحظر، وخلق إريتريا لتأثير كبير إيجابي على المستويين العالمي والإقليمي. وقال إن إريتريا تساهم بدورها بتقوية النضال المشترك مع الشركاء لإحلال السلام والاستقرار والعدالة والشراكة، وشرح التطور الذي حققته في المجالات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية وتطوير الخدمات الاجتماعية. وشكر باسم شعب وحكومة إريتريا نضال ومساهمة الإريتريين في الخارج بتوطيد وحدتهم، داعيا إياهم لتعزيز دورهم في الوقت الذي تقوم فيه إريتريا بضمان سيادتها وكرامة شعبها وسلامها واستقرارها، وأجاب على استفسارات الحضور. وأكد المشاركون على تنفيذ الدعوة الموجهة لهم، معربين عن استعدادهم الدائم كعهدهم دوما لحماية مصالح وطنهم وكرامة شعبهم. ونظمت أيضا سيمينارات الدبلوماسية الشعبية بمشاركة الشباب الإريتري وأصدقاء إريتريا الأجانب، ومحاضرات صحية حول مكافحة الأمراض والرعاية الصحية، وخاصة أمراض السرطان وضغط الدم والسكري، ومكافحة وعلاج مرض كورونا بفريق أطباء مكون من 7 أطباء إريتريين. وقد تم خلال بحث مرض السرطان تناول جهود وزارة الصحة ودعم وحل نواقص المعدات الطبية، حيث بادر المشاركون بتقديم 401,000 دولار والمناشدة للقيام بتوعية لتنفيذ المشروع في كل المدن. في الختام قدمت الجوائز للفائزين في المسابقات الرياضية والثقافية.
غزة، وبعث عمدة مدينة دالاس وعمدة مدينة مسكت بممثليهم في المهرجان، وقرر إحياء يوم 5 أغسطس كيوم إريتريا سنويا. أفاد مكتب وزارة الزراعة في مديرية تسنية عن زراعة حوالي 88% من الأراضي الزراعية المطرية البالغ مساحتها أكثر من 16,000 هكتار. وأوضح مسؤول المكتب السيد يوناس يوسف إنه رغم تأخر هطول الأمطار إلا أنها تستمر بغزارة في المعدل والانتشار، مشيرا إلى زراعة الذرة في معظم الأراضي وبمستوى محدود. الدخن والسمسم ليس بالمستوى المأمول لتأخر هطول الأمطار. ودعا المزارعين لتخصيب التربة واستخدام السماد الطبيعي ومكافحة الآفات الزراعية والإبلاغ سريعا بوزارة الزراعة إذا ظهرت الآفات الزراعية غير الاعتيادية. من جانبه أوضح مسؤول الشؤون الزراعية في تسني وعلي قدر في مؤسسة المواشي والغلال السيد سمعون بيانه للمزارعين قاموا من شهر مارس بالاستعدادات اللازمة وسيحصدون إنتاجا وفيرا إذا استمر هطول الأمطار بهذا المعدل. وذكر المزارعون بأن الجرارات التي حصلوا عليها بأسعار مناسبة ساعدتهم على تمهيد وحراثة أراضيهم الزراعية، منادين لزيادة عدد الجرارات مستقبلا وضعا في الاعتبار لسعة الأراضي الزراعية. زار الإريتريون القادمون من الخارج مواقع التنمية والسياحة في إقليم شمال البحر الأحمر من 4 حتى 6 أغسطس الجاري. وتفقد المواطنون القادمون من دول أوروبا وأمريكا وإفريقيا في الزيارة التي نظمها الاتحاد الوطني للشباب والطلبة سد قحطيلاي ومصنعي البلاستيك والعلب ومتحف إقليم شمال البحر الأحمر ومطار وميناء مصوع وعدليس الأثري ومسجد الصحابة. وقدم لهم شرحا من القائمين على مواقع الزيارة. وأعرب الزوار عن ارتياح لتفقد برامج التنمية الجارية في البلاد ومشاهدة الأماكن التاريخية. وأفاد الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم شمال البحر الأحمر بأن زيارة مماثلة كانت قد نظمت في نهاية شهر يوليو. يقوم السكان ببناء فصول إضافية في مدرسة عدكه في ضاحية مرحنو بمديرية قالنفحي. أوضحت مديرة الضاحية سيدة إيلسا محاري والسيد دانييل مكونن من المشرفين على العمل إن العمل بدأ بجمع 300,000 نقفة على مستوى القرية، معربين عن عملهما لحل ذهاب الطلاب إلى عدقعدات بعد اكتمال أعمال البناء. وقال مدير المدرسة الأستاذ سالح هبتي إن الفصول الدراسية التي تشيد سيكون لها دور كبير في العملية التعليمية، مشيدا بمبادرة السكان. وذكر مديرية قالنفحي السيد محاري يوهنس إن مبادرات مماثلة اتخذت من قبل، مؤكدا على تعاون إدارة المديرية في جميع الأنشطة التي يقومون بها. وكان سكان عدكه قد شيدوا من قبل فصلين دراسيين. استشهدت يوم أمس 7 أغسطس عضو الهيئة التنفيذية في جمعية معاقي الحرب المناضلة أباباتوكو عن عمر بلغ 68 عاما جراء مرض ألم بها. التحقت المناضلة أباباتوكو بصفوف قوات التحرير الشعبية في شهر فبراير عام 1975، وخدمت قبل الاستقلال في جهاز التدريب والقوات المقاتلة وجهازي التعليم والإرشاد القومي، وبعد الاستقلال في وزارة الإعلام، ومن عام 2003 وحتى استشهادها في جمعية معاقي الحرب كعضو للمجلس المركزي واللجنة التنفيذية. المناضلة أباباتوكو أم لابنة واحدة، وقد وري جثمانها الثرى عصر اليوم 8 أغسطس في مقبرة الشهداء في أسمرة. وتعرب جمعية معاقي الحرب عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضلة أباباتوكو وتقدم تعازيها الحار لأسرتها ورفاقها وزملائها. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. بعد 3 أيام من التصعيد في قطاع غزة أسفرت الضربات الإسرائيلية خلاله عن عشرات القتلى. دخلت الهدنة التي تم التوصل إليها بين حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل حيز التنفيذ.
في غزة أعلنت حركة الجهاد الإسلامي تقيدها بالتوقيت المعلن لبدء سريان الهدنة، لكنها أكدت في بيان حقها في الرد على أي عدوان. ورحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بهذه الهدنة، حاضا جميع الأطراف على تنفيذها بالكامل. وقال بايدن في بيان إن واشنطن عملت مع مسؤولين في الدولة العبرية والسلطة الفلسطينية ودول مختلفة في المنطقة للتشجيع على حل سريع للنزاع خلال الأيام الثلاثة الماضية. ونفذت إسرائيل منذ الجمعة الماضي ضربات جوية وبالمدفعية الثقيلة استهدفت بشكل أساسي مواقع في غزة لحركة الجهاد الإسلامي التي ردت بإطلاق مئات الصواريخ. بعد 18 شهرا من المفاوضات، صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على خطة جو بايدن الكبرى بشأن المناخ والصحة لتحال الأسبوع المقبل على مجلس النواب، حيث من المتوقع أن تقر بتصويت نهائي قبل أن يوقعها الرئيس جو بايدن لتصبح قانونا نافذا. وأقر المجلس الخطة التي تزيد قيمتها عن 430 مليار دولار بأصوات الأعضاء الديمقراطيين فقط، حيث شدد زعيمهم في مجلس الشيوخ تشاك شومر على أن الطريق كانت طويلة وصعبة ومتعرجة. وتشكل الخطة أكبر استثمار للولايات المتحدة في مجال المناخ، وتبلغ قيمتها 370 مليار دولار بهدف تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40% بحلول عام 2030. وتأتي ثمرة مفاوضات شاقة مع الجناح اليميني في الحزب الديمقراطي. عرض رئيس كولومبيا الجديد غوستافو بيترو على الجماعات المسلحة العاملة في البلاد مزايا قانونية إذا وقعت اتفاقية السلام، وذلك خلال خطاب تنصيبه في العاصمة بوغوتا. ودعا بيترو أول رئيس يساري للبلاد كافة الجماعات المسلحة لإنزال الأسلحة ولقبول المزايا القانونية مقابل السلام وإنهاء العنف. وأدى بيترو اليمين الدستورية ليصبح أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا، وسوف يتولى فرانسيا ماركيز منصب نائب الرئيس. وفاز غوستافو بيترو وائتلافه اليساري الميثاق التاريخي في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي أجرتها كولومبيا في 20 من يونيو، حيث فاز على الرجل الأعمال رودولفو هرنانديز بفارق 700 ألف صوت. لم تقف آثار موجات الحر التي تجتاح أوروبا هذا الصيف عند تسجيل درجات حرارة قياسية والحقول المحترقة، بل إن المياه في نهر بو الإيطالي الذي ضربه الجفاف انحسرت لدرجة الكشف عن قنبلة ضخمة أمريكية الصنع من الحرب العالمية الثانية ظلت مغمورة تحت الماء. وأبطل خبراء عسكريون مفعولها ثم فجروا القنبلة التي تزن 450 كيلوغراما، والتي تم العثور عليها بالقرب من قرية بورغو فيرجيليو الواقعة في شمال البلاد بالقرب من مدينة مانتوا. ولم يكن التخلص من القنبلة أمرا سهلا بحسب ما ذكرت وكالة رويترز، وتم إجراء نحو 3000 شخص يعيشون بالقرب من المكان، وذلك لإتمام عملية التخلص من القنبلة وفقا لتصريحات الجيش. كما أغلق المجال الجوي في المنطقة، وأوقفت الملاحة في القطاع الذي كانت به القنبلة من النهر، وأوقفت كذلك حركة المرور على خط للسكة الحديدية بالإضافة إلى طريق قريب. ختام نشرة الأخبار تذكير بالعناوين. إصابة 6 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. تنظيم مهرجان الإريتريين في الولايات المتحدة الأمريكية. زراعة 88% من أراضي تسني. هدنة هشة بين إسرائيل والجهاد الإسلامي بعد تصعيد في قطاع غزة. مجلس الشيوخ الأمريكي يقر خطة بايدن الكبرى بشأن المناخ والصحة.
ورئيس كولومبيا الجديد يعرض مزايا على المسلحين للتوقيع على اتفاقية السلام. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله.